مع مصر السابق كان احد الحراس اللي موجودين في كاس العالم. صحيح لم يشارك لكنه كان بديل في مباراتين امام هولندا وانجلترا. يحاول معروف، مضغوط عليه سعد سمير، العرضيه ممتازه والتغطيه غلط والفرصه والهدف الاول جاء. يا على الجمال، الغلطه جت من حسين السيد، الراجل ما استناش، باسم مرسي ما بيستناش، الفولت علي اتعملت، غلط حسين السيد ما عرفش يغطي، راحت استلم عدى وبص وحط الناشنكاه وعلى شمال شريف اكرامي صاروخ في الدقيقه 11. يا على الجمال، اول هجمه، اول لمسه، اول شوطه، اول تهديد، اول هدف، جون ابيض. صحيح لابسين ازرق لكن النهارده الاجوان دايما بيضه. ادي معروف، ادي اصل الهدف واحد، ادي الغلطه اتنين، ادي الاستلام، ادي المراوغه، ادي التسديد، ادي الهدف. زمالك اعلى، زمالك احسن، زمالك واحد والاهلي واحد، والمباراه لسه هتقول كلام كتير، كلام كتير كتير كتير. الاهلي والزمالك، الزمالك الاعلى، الزمالك الافضل. محطة مهمة جدا. ادي الفاول من حسين السيد، السندة فيها فاول، وبالتالي الحكم لم يتردد في احتساب ضربة حرة مباشرة. تاني طويلة، يحاول باسم مرسي، بصوا الذكاء راح فين، بصوا الذكاء راح فين، جول باسم مرسي. وعلى الطريقه الكريستيانيه الرونالديه يحتفل بهدف الثاني. بقول لكم بصوا الذكاء راح فين، طلع شريف اكرامي في توقيت خاطئ تماما، حطها من فوقيه رايحه تاتا تاتا، هد الخطوه تاتا خش الشبكه. ده اللي حصل يا جماعه في الجول الثاني. باسم مرسي، دي اسمها كوره ميته. ادي الكوره الطويله، نفس المشكله ما بين الاثنين في القلب، لكن الخطا اكتر بترجعها هنا ليه؟ شريف اكرامي بتطلع ليه؟ كانت طالعه على بره، لفت وراحت وجريت وجت. بص بقى باسم مرسي، بصوا راح فين. ده الذكاء. لا سعد سمير حضن، لا شريف اكرامي استنى، يعني الحقيقه ولا كانت ترجع من الاصل من باسم علي، وبالتالي ينجح باسم مرسي. دي لفت يا جماعه، ده رايحه على بره بتلف، وابتسامه الذهول على وجه سعد سمير. الدقيقه 34 اعزائي المشاهدين، مشاهدي نايل سبورت في كل مكان، ينجح باسم مرسي في ادراك الهدف الثاني لنادي الزمالك. 2 الزمالك لا شيء الاهلي. تتصعب المأمورية.